السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ الاول نبدأ الفيديو بتاعنا بالاستغفار. انا النهاردة بقدم بدل اختي تعبانة شوية، البرد انت عارفة انه منتشر الايام دي. النهاردة هكلمكم عن طقم التوزيع وطقم السيليكون بتاعت اختي. ديت الماركة بتاعت طقم التوزيع، الستانلس. آه، شكله شيك جدا على فكرة، وشكله بجد تحفة. هو عبارة عن 7 قطع زي ما قلت، ست ادوات. والحامل بتاعه هو انا عايزه اقول لكم فكره جديده. شياله الجاتوه تمشي هراسه برضو، ممكن يترس بيها، تمشي حاجات كتير. طبعا ديت الادوات بتاعته اهي. ديت اشكال الادوات بتاعته. وطبعا زي ما قلت لكم شكله تحفه. كانت اختي جايباه كانت مامتي جايباه على 300 جنيه. بس دلوقتي هجيب لكم طقم السيليكون واول دوت طقم السيليكون بتاعنا النهارده، شكله شيك جدا. انا عايزه اوريكم البيسز بتاعته، القطع بتاعته. هو عباره عن 6 قطع، والحامل بتاعه برضو 6 ادوات بتاعته. هما دول اشكالهم، هوريكم الكولرز بتاعته: البيج والبنفسجي والتركواز شويه كده، والاوف وايت او وايت كده ابيض، واورنج. هنفتحه واوريكم. ديت شكل المقصوصة بتاعتنا. طبعا عمر ما فيش حاجة هتتجرح بإذن الله. دوت بيستخدم الاستانلس، ما بيستخدمش الاتيفال او السيراميك او الجرانيت. دوت بيستخدم الاتيفال او السيراميك او الجرانيت. والاسود لازم تجيبيه حفته بيضة، لان الاسود بيستخدم الاتيفال فقط، ما بيستخدمش السيراميك او الجرانيت لانه بيجرحهم. دوت عاجبني الأندلس، ماركته الأندلس. آه، بي آه، السيليكون فيه حجمه حلو، وبيتغلف كله بسيليكون، وعمر ما حاجة هتتجرح من تحت، ومتغلف لحد الآخر بسيليكون. وماركته الأندلس اهوت. يا رب تكون واضحة عندكم. الأندلس وهو على شكل جرانيت كده، لونه جرانيت شوية. أختي جابته اوف وايت علشان يليق على أي حاجة، يليق على لون المطبخ، يليق على أي طقم تجيبه. دوت شكله. ديت شكل المعلقة بتاعته. والمفاجأة عندنا بقى المفاجأة بقى بصراحة اللي أنا شفتها إن هي الكبشة أو المغرفة مش طلعت كبشة عادية، طلعت دي مش كبشة عادية. انا لاحظت فيها بصراحة ان فيها معايير. يا رب تكون ظاهرة عندكم: 5 ملي، و15 ملي، و30 ملي، و60 ملي. اهيت كده ظهرت. وطبعا كل واحدة وليها خط كده بيتمشي عليه لان بيكون عالي شوية. دلوقتي بقى هوريكم الباقي. ديت زي مقصوصة، يعتبر مقصوصة، بس طبقة السيليكون فيها سميكة جدا، اكيد ظاهرة. دوت سيليكون. وطبعا زي ما قلت لكم كله متغلف في سيليكون، ونوع حلو جدا. ديت بصراحة هي أداة كده تقريبا عشان البرجر. وديت بتاعة المكرونة، عشان طبعا ما تجرحش الحاجات، وزي ما قلنا ماركتها الأندلس. وبتاعة المكرونة، وطبعا حاجات الحمد لله كويسة. ديت كان ب375. ده منظرهم يا بنات وهما الاتنين جنب بعض. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودوت من قناة جهاز العروسة. ويا ريت تقولوا لنا رأيكم فيه، واكيد طبعا كومنتاتكم هقراها وهرد عليكم. و... ودوت شكلهم هو جنب بعض. ما تنسوش تشاركوني رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد. وما تنسوش برضو تدخلوا على القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.